السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة في الرؤيا تقول: رأيت أني قادمة إلى البيت فوجدت فيه 3 من الأسود وقرد، فتركت البيت وعدت يعني إلى مكان آخر. فذهبت يعني إلى أن زوجها سيتزوج عليها. المهم أنها رأت أخاها في صورة زوجها. خلاصة الرؤية: إذا تزوج الرجل على امرأته في المنام فلتفرح. لماذا؟ لأنه مال وشهادة ودرجة عالية، يعني الحالة الاجتماعية والمادية سوف تتغير للأسرة إلى الأحسن. أما المكان المجهول يدل على أنها كثيرة التفكير. وجود 3 أسود، الأسود في المنام رمز للعزة والقوة والسلطان، لكن الأسد داخل البيت يعني في خلافات بينك وبين زوجك، أو أن هناك إنسان حقير بذيء يريد أن يدخل عليكم الأذى. ورؤية الأسد بتدل، أو الإنسان اللي هو القرد ده، بتدل على المعاصي وبتدل على الإنسان الكذاب، لأن القرد متحول فليس له ظاهر إلا باطنه يخالف ظاهره. ففي الحتة ديت الرؤية بتحذرك. أما بالنسبة لأنها تركت المكان وراحت عند أخوها اللي طلع في صورة زوجها، دي بتدل على العلاقة القوية الطيبة من علاقة الأرحام بينك وبين زوجك، وبتدل كذلك على أنك إن شاء الله سوف تحققين الأهداف. لكن خلاصة الرؤية بتقولك اتقي الله في نفسك، أدي فرائض ربنا، أطيع الله وأطيع الرسول، تكن لك بزوجك علاقة طيبة يرضاها الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم.